بص يا سيدي، لو انت فاكر ان نظام تشغيل الشاشة يعني بس تفتح يوتيوب خلاص، فانت ممكن تكون بتختار شاشة غلط. لان ممكن تشتري شاشة صورتها ممتازة جدا وبعد شهر تكتشف ان النظام بطيء، تطبيقات ناقصة، الاعلانات كتير والتحديثات وقفت. وفي الناحية التانية ممكن شاشة ارخص بكتير تقدم لك نظام يخليك مبسوط اكتر في الاستخدام اليومي. فالنهاردة هنحط اشهر انظمة تشغيل الشاشات في مواجهة واحدة: جوجل تي في، تايزن، ويب او اس، وفيدا. وفي الاخر هقول لك مين الافضل فعلا ومين يستاهل فلوسك. الاول، يعني ايه نظام تشغيل الشاشه؟ قبل ما نبدا المقارنه لازم نفهم حاجه مهمه. نظام التشغيل هو ببساطه العقل اللي بيدير الشاشه. هو المسؤول عن الواجهه، التطبيقات، البحث، التوصيات، الاوامر الصوتيه، التحديثات، واحيانا حتى بعض خصائص الجيمنج والسمارت هوم. يعني لما تضغط زرار الهوم في الريموت، اللي انت شايفه قدامك ده هو نتيجه نظام التشغيل. وعشان كده ما تبصش للشاشة على إنها بانر وصورة بس، لأنك ممكن تشتري أفضل شاشة في الفئة بتاعتها وتتعب كل يوم من أسوأ سوفت وير. بس الأول قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا أنا عايز أقولك على حاجة. الحمد لله وبفضل الله القناة بتكبر كل يوم وبتوسع بيكم انتم، والأفكار اللي هي بتقدمها دي أفكاركم انتم أساسا اللي بتبقى في التعليقات. بس أنا عملت لينكين مخصوص عشانكم، لينك للتليجرام ولينك للواتساب، هيقدموا لكم خدمات أسرع واستفسارات أسرع في أي حاجة انتوا عايزين تشتروها في الوقت ده. فيا رب أكون عارف أفيدكم ويا رب أقدم لكم محتوى يعجبكم دايما. نرجع تاني لموضوعنا، نخش على أول واحد: ملك التطبيقات والتنوع. نبدأ بأشهر اختيار موجود في عدد كبير من الشاشات حاليا، جوجل تي في. والحقيقة إن أكبر نقطة قوة عنده هي النظام البيئي والتطبيقات. جوجل تي في معمول عشان يجمع المحتوى من خدمات مختلفة في مكان واحد بدل ما تفضل تدخل وتخرج من كل التطبيقات. وكمان عندك البحث الصوتي والتوصيات والواتش ليست وعدد ضخم جدا من التطبيقات المتاحة. لكن هنا في نقطة مهمة جدا: جوجل تي في مش معناه إن كل شاشة بتدعم جوجل تي في هتبقى بنفس السرعة. ودي غلطة ناس كتير بتعملها أو بتقع فيها، لأن نفس النظام ممكن تلاقيه على شاشة سريع جدا وممكن تلاقيه على شاشة تانية هو نفس السوفت وير بس الهاردوير بتاعها ضعيف يخليك مستني ثانيتين وثلاثة عشان تفتح التطبيق. يعني النظام ممتاز لكن تجربة النظام نفسه بتعتمد بشكل كبير على إمكانيات الشاشة نفسها، ودي نقطة هنرجع لها في الآخر. طيب تاني واحد، النظام اللي بيحب يشتغل لوحده. نيجي لسامسونج بنظام تشغيل تايزن. والحقيقة إن سامسونج عملت حاجة ذكية جدا، بدل ما تعتمد على نظام خارجي بنت نظامها الخاص وبيئتها الخاصة. والنهاردة تايزن مش مجرد قائمة أبس أو تطبيقات. عندك سامسونج تي في بلس، سمارت سينجز، تطبيقات ستريمينج، ومزايا جيمنج في الأجهزة المدعومة. وسامسونج حاليا بتستخدم وان يو اي تايزن في تجربة الشاشات الحديثة، وكمان بتعلن عن دعم تحديثات بيوصل ل7 سنين لبعض التلفزيونات المدعومة. وده معناه ان موضوع التحديثات بقى عامل مهم جدا وانت بتشتري الشاشة بتاعتك. لكن تايزن عنده عيب لازم تعرفه: انت داخل عالم سامسونج. يعني لو انت عايز مرونة الاندرويد او الجوجل تي في وتنوعه، ممكن تحس ان تايزن مقيد شوية مقارنة بيه. لكن لو انت عايز تجربة متكاملة وواجهة مرتبة وتكامل قوي مع أجهزة سامسونج، تايزن من أقوى المنافسين. طيب تالت حاجة، النظام اللي بيكسب في الراحة. وهنا ندخل على منافس قوي جدا، ال جي ويب او اس. وانا شخصيا شايف ان اكبر نقطة قوة فيه هي سهولة الاستخدام بتاعته. ال جي مصممة النظام دوت بحيث انك توصل للمحتوى بسرعة جدا، وعندك ملفات شخصية وتوصيات مختلفة للمستخدمين، وسينكيو، وتكامل مع أجهزة ال جي، وستريمينج، وتطبيقات. والميزة الجميلة إن ال جي عندها برنامج ويب او اس رينيو لبعض الموديلات، وده بيوفر تحديثات وترقيات للنظام لعدة سنوات، بس ده بيختلف على حسب المنطقة والموديل بتاعك. لكن ويب او اس مش معناه انك هتلاقي كل التطبيقات اللي ممكن تتخيلها، لان توفر التطبيقات والخدمات بيختلف زي ما انا قلت لك على حسب البلد والموديل والمنطقة. فلو اهم حاجة عندك سهولة الاستخدام، تجربة تلفزيون مريحة، وواجهة ممتازة، ويب او اس هيبقى اختيار قوي جدا. ودلوقتي وصلنا للنظام اللي ناس كتير اول لما تسمع اسمه تقول فيدا ايه ده؟ لكن بص يا معلم، ما تستعجلش في الحكم. فيدا بقى نظام قوي جدا في الفترة الأخيرة، هو أساسا مصممينه عشان يكون سريع وبسيط وسهل الاستخدام. وعندك متجر تطبيقات ومحتوى عالمي ومحلي، والشركة بتقول إن النظام متوفر في أكتر من 180 دولة وعلى أجهزة من شركات متعددة. الأهم إن فيدا نفسها بتعلن حاليا عن دعم تحديثات تقريبا بيوصل ل8 سنين، وده رقم كبير جدا. وهنا تظهر مشكلته الأساسية: تنوع التطبيقات والخدمات مش بنفس مرونة جوجل تي في. فلو أنت شخص عايز كل تطبيق ممكن يخطر في بالك، غالبا جوجل تي في هيكون أكتر راحة ليك. أما لو استخدامك يوتيوب، نتفليكس، برايم فيديو، شاهد، والتطبيقات الأساسية عامة، ففيدا ممكن يكون كافي جدا ليك وسريع كمان. طيب نيجي لأول سؤال:
مين الأسرع؟ هنا لازم نقف شوية، لأن ما ينفعش أقول جوجل تي في أسرع من تايزن أو ويب أو إس أسرع من فيدا. ليه؟ لأن سرعة النظام مش مرتبطة بالنظام بس، مرتبطة بالمعالج، الرام، التخزين، الأوبتمايزيشن، وكل ده بيفرق. يعني ممكن تلاقي جوجل تي في على شاشة ممتازة جدا وتلاقيه أسرع من تايزن على شاشة اقتصادية، والعكس صحيح. فما تشتريش شاشة لمجرد اسم نظام التشغيل. طيب تاني سؤال، مين الأفضل في التطبيقات؟ وهنا الكفة هتميل شوية لجوجل تي في، لأنه مبني داخل منظومة جوجل وبيوفر وصول لعدد ضخم جدا من التطبيقات والخدمات، وجوجل نفسها بتذكر إن عليه أكتر من 10,000 تطبيق على منصة جوجل تي في. طيب بعده ويب او اس وتايزن، كل واحد فيهم عنده مجموعة قوية جدا من التطبيقات والخدمات الأساسية. أما فيدا فممتاز في الأساسيات، لكن لو أنت من النوع اللي كل شوية عايز تطبيق جديد وغريب، هنا جوجل تي في هيكون أمان ليك أكتر. طيب ثالث سؤال، الجيمنج. هنا الموضوع مختلف شوية. لو بتشتري شاشة عشان الجيمنج فما تبصش على نظام التشغيل لوحده أصلا، بص على ال HDMI، ال 2.1، ال VRR، ال ALLM، الريفريش ريت، الانبوت لاج، والشاشة تكون 4K 120 هرتز أو أعلى، وبعد كده آخر حاجة شوف النظام. لكن سامسونج مثلا عندها جيمنج هاب على أجهزة ومناطق مدعومة، وبتوفر وصول لخدمات ألعاب سحابية وتكامل مرتبط بالجيمنج. فتايزن هنا عنده نقطة قوة واضحة، لكن مرة تانية مفيش نظام تشغيل هيحول شاشة ضعيفة لشاشة قوية في الجيمنج. وهنا هنيجي لأهم نقطة، التحديثات، ودي واحدة من أكتر الحاجات اللي الناس مش بتسأل عليها أصلا. أنت ممكن تشتري شاشة وتدفع فيها مبلغ ضخم، وبعد سنة تكتشف إن النظام بقى قديم والتطبيقات بدأت تختفي أو الدعم يقل. عشان كده لازم تسأل الشركة هتدعم الشاشة دي كام سنة، والأرقام الحالية بدأت تتحسن بشكل واضح. يعني على سبيل المثال سامسونج بتعلن عن دعم بيوصل ل7 سنين في بعض أجهزة التلفزيون الحديث. LG عندها برنامج رينيو، وده بيوفر ترقيات وتحديثات لشوية سنين بس على حسب الموديل. وفيدا بتعلن عن دعم بيوصل ل8 سنين، لكن ما تاخدش الرقم ده كضمان لكل شاشة، لازم تشوف الموديل نفسه والمنطقة اللي انت فيها زي ما قلنا قبل كده. طيب ندي المراكز بقى. لو هنعمل رانكينج بشكل عام، المركز الأول هيبقى جوجل تي في. لو عايز تطبيقات كتير، مرونة، بحث قوي وتكامل مع جوجل، هيبقى جوجل تي في اختيار ممتاز. طيب المركز الثاني، لو عندك سامسونج ومحتاج تجربة مستقرة وتكامل قوي مع أجهزة سامسونج ومزايا السمارت هوم والجيمنج، تايزن هيبقى اختيار قوي جدا. طيب المركز الثالث، لو أهم حاجة عندك سهولة الاستخدام، واجهة مريحة، وتجربة تي في بسيطة، وتكنولوجيا حديثة، ويب او اس ممكن يكون أفضل اختيار ليك من الاثنين اللي فوق. طيب المركز الرابع والأخير، وده مش معناه إنه وحش على فكرة، بالعكس، لو الشاشة سعرها ممتاز واستخدامك أساسي ومش محتاج آلاف التطبيقات وعايزها تشتغل معاك بسرعة، فيدا ممكن يقدم لك قيمة ممتازة جدا مقابل سعر. بس بعد الكلام ده انا مش عايزك تخرج من الفيديو وتقول يبقى جوجل تي في هو افضل نظام تشغيل وخلاص. لا، لان افضل نظام تشغيل بالنسبه لك بيتحدد بطريقه استخدامك انت. لو انت مستخدم عادي يوتيوب، نتفليكس، شاهد، كل الانظمه الكبيره والصغيره تقريبا هتعمل اللي انت عايزه. لكن لو انت بتحب التطبيقات، كوستمايزيشن، الجوجل ايكو سيستم، روح ناحيه جوجل تي في. لو انت عندك سامسونج او اجهزه سامسونج كتير، منطقي جدا تايزن. لو انت بتحب البساطه وسهوله استخدام، هتختار ويب او اس. لو لقيت شاشة هاي سنس أو غيرها بنظام فيدا بسعر قوي ومناسب، ما تخافش من فيدا لمجرد إنه مش اسمه جوجل. وفي الآخر ما تشتريش الشاشة على أساس البانل بس، ما تشتريش على أساس النظام بس. الشاشة الصح هي بانل كويس، معالج قوي، نظام مناسب لاستخدامك، دعم تحديثات محترم. ولو عايز نعمل الجزء الثاني وأقول لك أنهي نظام تختاره حسب ميزانيتك، سواء كانت 20,000، 30,000، 40,000، 50,000، أيا كان، اكتب لي في التعليقات أنا عايز الجزء الثاني، وأنا هعمل لك ترتيب مختلف ونشوف مين فعلا يستاهل فلوسك. سلام.